فيديو النهاردة هيتكلم عن علامات بتدل على إن حيوانك الأليف أو بتقول إن حيوانك الأليف مش حاسس بالأمان معاك. ممكن تكون أنت السبب وأنت ما تعرفش. هل حيوانك الأليف بيقرب منك أو بيهرب منك أو بيخاف فجأة؟ ممكن تكون بتعمل حاجات بسيطة بس مدمرة لثقته فيك. خليك معايا لنهاية الفيديو. أهلا بيكم في همسة الحيوان. أنا ميري ودي قناتي. كتير مننا بيحب حيوانه الأليف بصدق وبيصرف عليه وبيهتم بيه، بس ده مش كل حاجة. في تصرف بنعمله بيكون صح، وفي حاجات يومية بنعملها وإحنا فاكرينها عادية لكنها بالنسبة لحيواننا الأليف بتسبب خوف، عدم أمان، توتر. النهاردة هقولك على علامات واضحة جدا، لو شفتها اعرف إن حيوانك الأليف مش حاسس معاك بالأمان. أول علامة أو العلامة الأولى الخوف المفاجئ. لو حيوانك بيخاف من حركاتك أو من صوتك أو بيجري أو بيستخبى أول ما تقرب منه، دي إشارة إن فيه توتر وخوف جواه. الصوت العالي والعصبية والزعيق والعقاب الغلط بيخلوا الحيوان يحس دايما بالتهديد حتى لو انت مش قاصد. فلازم ما يكونش في عندنا نعلي صوتنا واحنا بنكلمه، او ممكن نعاقبه ونزعق لو عمل حاجة غلط، كسر حاجة، بهدل حاجة، فممكن نزعق او نتوتر او كده. ده بيخليه ما يحسش بالامان وبيفقد ثقته فيك ودايما بيبقى خايف ومتوتر. فدايما ما ينفعش نعمل عقاب غلط، لازم يكون بالعقل. لان هو ما بيفهمش زي الإنسان إن هو ده غلط وده صح، ما يعرفش كده. فلازم نكون عندنا صبر، طولة بال، يكون إن إحنا بنتفهمه ما نحسسهوش بالتوتر وعدم الأمان. العلامة التانية العدوانية. العض أو الخربشة مش دايما شقاوة ولا قلة تربية، أحيانا بتكون دفاع عن النفس. إزاي؟ الحيوان لما بيحس بعدم أمان بيحاول يحمي نفسه، لأن دي من طبيعته. الطريقة الوحيدة اللي بيعبر بيها عن الدفاع عن نفسه أو يحمي نفسه من أي حاجة تحصل. فهو دايما يكون ممكن يبهدل حاجة، خربش في الأنترهات، في الشوزات، يعمل أي حاجة غلط لأن ده هو متوتر فهو مش عارف يعمل إيه. العلامة الثالثة الانعزال. لو حيوانك قاعد لوحده طول الوقت ومش بيلعب ونايم زيادة عن الطبيعي، هو طبعا القطط دايما بتنام كتير، ده طبيعي بتاعها، بتنام كتير قوي، فده طبيعي. لكن لكن لو بينام غير العادي وانت لاحظت ده، فدي علامة ان حالته النفسية مش طبيعية، انه ممكن يكون مكتئب. القطط بتكتئب، الحيوانات بتكتئب سواء كلب او القط، ايوه بيكتئبوا. العلامة دي علامة نفسية مهمة جدا. وغالبا السبب بيكون الخوف أو التوتر أو فقدان الإحساس بالأمان. العلامة الرابعة فقدان الشهية. الأكل مش بس جوع، ده انعكاس مباشر للحالة النفسية، التوتر، الخوف، القلق، عدم الأمان. بيأثر جدا على شهية الحيوان، سواء كان ياكل كتير أو ياكل قليل أو يرفض الأكل أصلا، مش عايز ياكل. حالته النفسية زي الإنسان، لما حالتنا النفسية تكون كويسة إحنا بنبقى كويسين. مثلا ممكن في ناس مثلا لما بتتضايق بتاكل كتير أو ما تاكلش خالص، على حسب كل واحد كل شخص. نفس الحيوانات مثلا لما بتبقى عندها قلق، توتر، متوترة، قلقانة، حاسة عدم أمان، ممكن ما تاكلش، ممكن آم، آه، تتضايق، ممكن ما ترفض الأكل، ممكن تاكل أكتر. ده بيكون انعكاس مباشر للحالة النفسية بتاعتها. العلامة الخامسة عدم الثقة. لو حيوانك مش
بيقرّب أو بيرفض اللعب معاك، أو لمّا ما يخلّيكش تلمسه، مثلًا تيجي تطبطب عليه يجري، ما لو تيجي تلعب معاه مش عايز يلعب برضه يخاف ويجري، آآ إنه محتاج أمان قبل أي حاجة تانية، من غير ثقة ما فيش علاقة سليمة. فلازم تكون علاقتنا بحيواننا سليمة، يكون ما فيش توتر، ما فيش قلق، لازم نحسّسه بالأمان، نحسّسه بالراحة، يكون البيت فعلًا مُريح، ما يكونش فيه قلق، ما يكونش فيه إزعاج. الحل مهم جدًا، الأمان مش فلوس ولا لِعَب غالية، الأمان تصرُّفات. تصرفات بسيطة زي الهدوء في التعامل والصبر على أخطائه ولعب يومي حتى لو وقت قليل وروتين ثابت وصوت هادي ولمسة مليانة حب، الثقة بترجع واحدة واحدة، ومع الصبر الحقيقي كل حاجة هتبقى كويسة وهيرجع يبقى حاسس بالأمان وترجع ثقته فيك تاني أكتر وأكتر. ولو الفيديو لمس حاجة عندك اشترك في القناة وشارك الفيديو مع أصدقائك خصوصًا اللي عندهم حيوانات، ويا ريت ت ت تعمل لايك وعلشان تدعم القناة بلايك وشير وسبسكرايب عشان الكل يستفيد وعلشان القناة تكبر وتكبر بيكم، والفيديو الجاي يكون عن أخطاء بنعملها يوميًا بتدمر نفسية الحيوان من غير ما ناخد بالنا، واكتب لي في التعليقات نوع حيوانك إيه وسنه. ومن كل قلبي باتمنى لكم كل خير وصحة وسلام، وما تنسوش تاني لايك وشير سبسكرايب عشان القناة تكبر ونكبر مع بعض. باي باي.